في ظل ان العالم دلوقتي مقسوم نصين، نص مش متقبل فكره الذكاء الاصطناعي وان دلوقتي بيسهل علينا حاجات كتيره قوي ويقدر دلوقتي ان هو بتكه زرار يعمل لنا سحر، وباصين لنص الكوبايه الفاضي وخايفين ان الذكاء الاصطناعي ياخد مكانهم او وظايفهم في يوم من الايام. النص التاني بقى مواكب التطور وعمال يستغل كل اداه بتظهر جديده في الاي اي. اهو النص ده بقى بدا ان هو يحسن في جوده حياته وشغله وكمان بيزود في دخله. ثانيه واحده، انت قلت تحسين دخله؟ ايوه بالظبط. الذكاء الاصطناعي دلوقتي اسهل اداه ان انت تكسب منها فلوس، خصوصا بقى لو عندك مهاره. وعشان بقى ما الفش كتير واسمع تجارب ممكن تكون مش حقيقيه، سالت خبير الجيل وعم الاي اي شات جي بي تي وقلت له ازاي اقدر استغل الذكاء الاصطناعي واعمل من وراه فلوس. وبصراحه اجابته كانت منطقيه جدا، وفي فعلا ناس بتعمل كده وبتحقق ارقام كويسه. كمان هديك شويه نصايح اضافيه عشان تزود بيها دخلك وتستغل الاي اي صح. هنعرف رد شات جي بي تي كان ايه بس بعد الانترو. السلام عليكم، كوبايه الشاي بتاعتك وبينا نبدا. في البدايه عايز اقول لك ان كل اللي انت بتعمله عشان تزود دخلك، سواء اذا كنت بتدور على شغل اضافي او حتى تتعلم مهاره جديده او اي طريقه بتحاول بيها تحسن من مستوى دخلك، فكل ده ما هو الا سعي منك والنتيجه والرزق في ايد ربنا. ندخل في الموضوع بقى عشان ما اطولش عليك. اول حاجه العمل الحر او الفريلانسنج، بس المره دي بقى هنستخدمه بالاي اي. لو عندك مهاره زي كتابه المحتوى او التصميم او المونتاج او البرمجه او حتى التعليق الصوتي، فموضوع ان انت تكسب من المهاره دي باستخدام الاي اي بقى اسهل بكتير دلوقتي. هفهمك ازاي. باختصار انت بتقدر تستغل المهاره دي والمعلومات اللي عندك وتطلع سحر من الاي اي. هيوفر عليك وقت ومجهود جبار. مثلا لو انت مبرمج بس ما عندكش خبره قوي او مسكت مشاريع قبل كده، تقدر دلوقتي ان انت تعمل موقع كامل بلغه البرمجه اللي انت عايزها. كمان تقدر تعدل على الموقع ده بتكه زرار من غير بقى ما تحط اكواد برمجه او تشيل اكواد برمجه. كل ده تقدر تعمله بتكه زرار. طب تستغلها ازاي؟ ممكن بكل بساطه تعمل برامج محاسبيه وتبيعها للصيدليات والمحلات، او انك تصمم مواقع لبراندات او شركات كبيره، او لو حتى عندك مهاره ولو بسيطه في التصميم، دلوقتي تقدر تعمل لوجو او هويه بصريه كامله تجاريه لشركات كبيره وبراندات بتكه زرار. وتصاميم بقى السوشيال ميديا والبانرات والكروت وكل الكلام ده، حتى المونتاج وفيديوهات الموشن جرافيك اللي الشغل فيها بيتحسب بالدقيقه، تقدر دلوقتي تعمل المونتاج ده بالاي اي وتكسب منه كويس جدا. الاي اي دلوقتي حرفيا بيعمل فيديوهات كامله، بيعمل تفريغ صوتي، كمان بيقطع الفيديوهات لوحده، بيعمل كل حاجه حرفيا. لك ان تتخيل ان انت تقدر تعمل فيديو 3 دي اللي الدقيقه فيه بتبدا من $70 ل 1000 و2000 دولار. دلوقتي الفيديو ده تقدر تعمله عادي جدا بالاي اي، اللي حرفيا في ناس قعدت سنين عشان تتعلم مهاره زي دي. كمان لو الفيديو فيه اي مشكله بتقدر تعدل عليه بكل سهوله عشان لو العميل احتاج تغيير. العميل، احنا نسينا خالص موضوع العميل ده، هنجيبه ازاي اصلا؟ ما تقلقش انا مش ناسي. في طرق كتير تقدر تجيب بيهم العملاء دول وتشتغل معاهم، بس خليني في الاول اقول لك على شويه نصايح قبل ما تقرر ان انت تجيب العملاء دول. اول نصيحه، اعمل سابقه اعمال قويه. عايزك تحط نفسك مكان العميل، ان انت قررت ولو يكن محتاج ان انت تعمل تصاميم للسوشيال ميديا بتاعتك، ومتاح بقى قدامك اختيارات كتيره قوي، ده سعره اقل وده هيخلص اسرع وده بيطلع نار من بقه، منافسه شرسه يعني. ما هو انت مش بتبيع لوحدك، لا في زيك كتير. المهم لو انت مكان العميل ده مش هتشتري او هتشتغل مع حد غير لما تشوف سابقه الاعمال بتاعته، ساعتها بقى تقدر تحكم تشتغل مع مين وما تشتغلش مع مين. اللي عايز اقوله ان انت لازم تعمل بورتفوليو قوي وتحط فيها تصاميم انت اشتغلت عليها او عملتها، وركز عملتها مش سرقتها من عند حد وحطيتها عندك. فلما يكون عندك بورتفوليو قوي في نسبه كبيره ان انت تتقبل للشغلانه دي. تاني حاجه بقى، اوعى تيأس. زي ما قلت لك في الاول، ده رزق وانت بتسعى، فاوعى تبطل تسعى عشان 9:30 بيقفلوا. تالت حاجة، ما تنزلش سعر الخدمة بتاعتك في الأرض. تفضل طول عمرك في الأرض وسعرك قليل. لازم تحط تسعيرة ولا هي في الأرض قوي ولا هي عالية قوي، وبعدين لما تبدأ تحترف اطلب اللي انت عايزه. نرجع بقى لموضوعنا، ازاي تجيب أصلا العملاء دول. أول حاجة وهي على مواقع العمل الحر. كل الفكرة ان دي مواقع بتحط عليها الخدمة بتاعتك وتقول انا بعمل كذا كذا وسعر الخدمة دي كذا كذا، وتسيب الخدمة دي، ولما حد بيحتاجها بيبدأ ان هو يدخل يكلمك وانت تعملها له. ودي على فكرة اصعب طريقه مش اسهلهم، لان المواقع دي عليها ناس عتاوله وشغالين بقالهم سنين، فبصراحه المنافسه فيها بتكون صعبه قوي وصعب ان انت تشتغل في الاول. اشهر المواقع دي فايفر واب وورك وخمسات، ومؤخرا في مواقع عربيه زي كفيل ووظفني. تاني طريقه تجيب بيها عملاء، انك تبعت رسائل وايميلات. في ناس كتير بتبيع داتا لعملاء مهتمين بالخدمات دي. ممكن تشتري الداتا دي بسعر بسيط جدا يعني مش عالي. افتكر قبل كده ان انا اشتريت داتا ل 50,000 رقم تقريبا ب 30 جنيه او 50 جنيه حاجه زي كده. المهم تاخد الداتا دي وتبعت يوميا ل 100 رقم مثلا، ان والله انا بقدم
قدم الخدمه الفلانيه بسعر كذا وادي عينه من شغل. في برامج بتديك امكانيه ان انت تقدر تبعت الرسائل دي لكل الارقام مره واحده، بس انا بصراحه ما بفضلش الطريقه دي، والسبب ان ممكن من اول 100 حد يتفق معاك على الشغل بس يلاقي عندك مشكله والبيعه ما تكملش، فتبدا ان انت تحل المشكله دي وتبعت لل100 اللي بعد كده. هتلاقي بعد كده ان انت خلاص الموضوع يتحل وبقيت تقفل البيعه بكل سهوله، كمان ما ضيعتش على نفسك بقيه الفرص. كمان هيقابلك نصابين كتير، فلما تكلم 2 أو 3 في اليوم هتكون مركز معاهم وهتعرف الشخص اللي قدامك ده صادق فعلا ولا هينصب عليك، عكس طبعا لما تكون بتكلم 50 او 60 واحد في اليوم، الموضوع هيبقى صعب ومش هتعرف تركز معاهم كله. طريقه كمان عشان تجيب بيها عملاء، طريقه بقى اللي على ارض الواقع. دخلت مطعم لقيته كويس والاكل بتاعه حلو بس ما عندوش سوشيال ميديا وتصميمات حلوه على الحسابات بتاعته، تبدا تعرض على صاحب المحل ان انت تقدر تعمل له التصميمات دي بشكل حلو عشان يزود المبيعات بتاعته للمحل. او عياده لدكتور شاطر بس ما حدش يعرفه غير الناس المحيطه بيه، بتعرض عليه ان انت تقدر تعمل له التصاميم بتاعه السوشيال ميديا دي عشان يعني يستقطب مرضى من البلاد المجاوره. صدقني مع سعيك ده اكيد هتلاقي نتيجه. الاهم من ده كله انك هتفيد الشخص ده فعلا وتحقق له فايده، ما تكونش بتضحك عليه وخلاص. كمان الاي اي ممكن يفيدك ان انت تعمل محتوى على السوشيال ميديا او على اليوتيوب وتحقق منه ربح، حتى لو ما عندكش كاميرا او بتعرف في المونتاج ولا حتى تعرف تكتب سكريبت. كل اللي عليك هتدي فكره الفيديو للاي اي وهو يكتب لك السكريبت ويطلع لك الفيديو باعلى جوده. تقدر كمان تضيف عليه اي صوت لو انت مش حابب تتكلم. هتنزل المحتوى ده على اليوتيوب ومع الوقت المشاهدات والتفاعل بيزيد وتقدر ان انت تعمل منه ربح كويس. حرفيا بتتسلى وبتفيد الناس وبتعمل فلوس كمان. حتى لو معاك قرشين ومش عارف تعمل بيهم ايه، تقدر تستثمرهم في الشركات اللي بتشتغل في الاي اي او بتطور في الاي اي. لازم تستفيد من الطفره اللي حصلت اخر 5 سنين عشان ما تضيعش عليك زي الفرص اللي ضاعت قبل كده. في النهايه الذكاء الاصطناعي مش خطر عليك لو عرفت تستخدمه صح، بالعكس ده اقوى سلاح تقدر ان انت تزود بيه دخلك وتحسن بيه مستقبلك. التكنولوجيا مش هتاخد مكانك، لكن حد تاني ممكن ياخد مكانك لو هو عرف يستغلها وانت لا. فاما تكون من الناس اللي خايفه وواقفه تتفرج، يا اما تتحرك وتستغل التطور ده لصالحك. ودي اخر نصيحه ممكن اديها لك في الفيديو بتاع النهارده من كتاب من حرك قطعه الجبن الخاصه بيه. الكتاب ده اتكلم عن اهميه التطور وقد ايه هو مهم لينا. وبس كده، لو عجبك الفيديو لايك وتابعني عشان تشوف كل جديد.